السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم غادي نحضر معكم بيني اقتصادي بمقادير مضبوطة، ناجح 100%. كيجي خفيف، ما كيجيش شارب الزيت. إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لايك وتبارطاجيو مع أصدقائكم اللي يساعدهم الفائدة. نحتاج في المكونات 2 كيسان من الدقيق الأبيض. الدقيق أنا غربلته من قبل. معيار الكأس 200 غرام. نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من السكر. فانيليا كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة. نضيف نصف ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة مملوءة جيدا خميرة الخبز أو الخميرة الفورية. بيضة واحدة. كأس من الحليب السائل، حليب يكون دافي. نجمع العجين بالحليب. نفس الكأس اللي وزنت به المكونات كلها كيوزن 200 غرام. نجمع العجين حتى نحصل على عجينة تكون رطبة ما تكونش قاصحة، عجين يكون كيلتصق في اليد. هذا هو السر ديال نجاح البيني باش يجي خفيف. هذا هو القوام اللي حصلت عليه. الكمية ديال الحليب اللي بقات ليا تقريبا ملعقة صغيرة. نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ما يعادل 40 غرام. الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ باش يسهل علينا اننا ندخلوها بسرعة في العجين. ندهن العجين بالقليل من الزيت. نغطيه بكيس غذائي ونخليه يرتاح. عجينة رطبة كيف كتشوفوا. نغطي العجين بكيس غذائي ونخليه يرتاح لمدة نصف ساعة ونعود نرجع معكم. من بعد ما ارتاح العجين وضاعف الحجم ديالو نفضيه من الهواء اللي فيه. عجينة ناجحة 100%. ضروري ما نفضيو العجين من الهواء اللي فيه. نرش سطح العمل بالقليل من الدقيق. من بعد ناخذ المدلك ونطلق العجين، ومرة مرة كنرش بالدقيق لأن العجين كيلتصق في اليد. نطلق العجين وما نخليش السمك ديالو رقيق بزاف. من بعد كنقطعو بقطاعة. انا غادي نقطعو بهاد القطاعة. المقطع اللي قطعت فيه تحدف ليا. ممكن تقطعوهم حجم كبير او صغير، انا قطعتهم حجم متوسط. من بعد كنقطع في الوسط على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. نزول العجين الزائد. العجين انا غادي نجمعه من بعد ونعمله في كيس غذائي ونعاود نطلقه مرة اخرى. هذا هو السمك اللي قطعت به. نغطيهم بمنديل ونخليهم يرتاحوا ويضاعف الحجم ديالهم. العجين اللي بقى لي انا جمعته نوضعه في كيس غذائي، نخليه واحد شويه ونعاود نطلقه. خلي غير يرتاح شويه العجين ونعاود نطلقه مره اخرى ونشكله بنفس الطريقه اللي شكلت في الاول. كنطلق العجين بالمدلك، من بعد نقطع بالقطاعه. كنقطع الوسط حتى هو بنفس الطريقه. كنزول الزوائد ديال العجين ونعاود نطلقها مره اخرى وندوزو لمرحله القلي.
وضعت مقلاة فيها الزيت على النار حتى سخن مزيان. من بعد كنوضع البيني في الزيت. ملي كنبغي نوضع البيني في الزيت كنقص من النار باش البيني ما يتخطفش ليا ويجي طيب مزيان وياخد لون موحد. صافي كنبقى نقلب فيه على هذا الشكل هذا. انا خديت عود شواء، ممكن تاخدوا قطيب. كنبقى نقلب فيه حتى كيطيب مزيان وياخد لون ذهبي. كيف قلت لكم ما ترفعوش عليه النار بزاف لان راه غادي تحرق لكم، ما غاديش يجي طيب مزيان. كنبقى نقلب فيه على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا طريقه سهله، ومرحله القلي مهمه جدا لنجاح البيني. صافي من بعد ما طابو كنزولهم. هذا هو الشكل ديالهم عن قرب، كيجيو طيبين مزيان. نزولهم ونوضع القليه الثانيه. دائما ملي كنبغي نوضع العجين في الزيت كنقص على النار حتى كنوضع العجين. من بعد كنرفع على النار تكون اقل من المتوسط، ما نرفعش عليها بزاف. كيف قلت لكم باش البيني يجي طيب مزيان وما يتخطفش لينا، يجي لون موحد. كنستمر في قلب البيني حتى كيطيب مزيان. وما شاء الله عطاني كميه مزيانه، يعني 2 كيسان ديال الدقيق، ما يعادل 400 غرام من الدقيق. عطاني كميه كثيره. وانا عملت حجم متوسط، الا عملتهم صغار قطعتهم بقطعه صغيره غيعطيكم كميه اكثر. صافي من بعد ما طابو غادي نزولهم من الزيت وندوزو للمرحله المواليه اللي غنحتاج فيها سكر. ضفت عليه كيس من السكر الفاني او الفانيليا. كنمزج المكونات جيدا. من بعد كنوضع البيني، كنغطي الوجه ديال البيني على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا كنغطيه من الوجهين بجوج. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. انا ما شاء الله حصلت على كميه كثيره. الا ضاعفتوا المكونات تحصلوا على كميه اكثر، وممكن تعملوا غير نصف الكميه. ونعود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البيني اللي حضرت معكم اليوم. بيني بمقادير مضبوطه، ناجح 100%، اقتصادي، كيعطينا كميه كثيره. انا مأكده الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف لانه فعلا يستحق التجربه. هذا هو الشكل ديالو عن قرب، كيجي خفيف، كيجي مهوي من الداخل. هذا هو الشكل ديالو عن قرب. الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الجميله، من اللايكات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائده. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.